ناس كتير قوي بتتكلم عن مسلسل المداح. مسلسل المداح الجزء الاول والجزء الثاني بيتكلم على الجن، وهل الجن بيبان على صورة انسان؟ يقال ذلك ولكن معلومة مش مؤكدة. وهل شفنا في الجزء الثالث الحلقة اللي هي أثارت الجدل لما كان حمادة هلال متجوز هبة مجدي، أو في المسلسل رحاب وصابر خلف طفل، والطفل نزل بعد 6 شهور وكأنه ابن 9 شهور، وأثناء وتواجد صابر في المستشفى الجن راح وقال ابننا جه ابننا جه. طب هل يحصل الكلام ده؟ يقال من احد الشيوخ ان فعلا ممكن يحصل، ولكن بتيجي المعاشره ازاي؟ لانك انت مثلا لما تيجي تجمع مراتك بتقول اللهم جنبني وجنب الشيطان مني ومن زوجتي. فهنا لو انت ما قلتش كده الشيطان قد يجامع معاك زوجتك. فهل ولكن زي ما قال الدكتور ابراهيم في المسلسل ان هو ما ينفعش ان الجن يولد من انسان، ولكن في بعض الاقاويل اللي قالت ان في احد الشخصيات كانت امه جنيه. كل الاقاويل دي بتتقال، ولكن المسلسل هنا اللي فهمته من الدكتور ابراهيم اللي هو في المسلسل ان هو عايز يوصل لصابر ان مفيش حاجه اسمها كده، وان كمان عايزين يوصلوا ان الموضوع مهما طال يعني قدره الجن، فالانسان قادر ان هو يتحدى الجن، وقادر الانسان ان هو يتغلب على الجن. وهو زي ما شفنا في الدور الاول او في الجزء الاول والجزء الثاني صابر تغلب عليهم تماما على كل الجن طلعوا له. وبرضه الجزء ده مش عايز احرقه لك، ولكن الجزء ده برضه بيبان بشكل كبير ان فعلا ان صابر هينتصر على الجن، وهم خايفين من الكتاب اللي هو يحصل عليه حتى لا يؤذيه. طيب احنا شفنا كمان هل الجن يتصور في شكل انسان؟ جمال، وشفنا حمزه، يعني شفنا جمال لما دخل وحمزه كان هيموته وطلع جن. طب جمال لما دخلت له البنت، تمام، اللي هي حامل في المسلسل مش متذكر اسمها قوي، تمام، فبرضه هي لا على شكل جمال اللي هي بتحبه. فاذا الجن هل يتجسد في شخص؟ ممكن بشكل كبير ممكن. طب انتوا يعني عشان تتاكدوا من الموضوع ده اكتر ان شاء الله باذن الله كمان مره ان احنا هنجيب شيخ باذن الله الحلقه القادمه سيتكلم عن هذا الموضوع شكلا وتفصيلا. هل الانس يحمل من الجن؟ وهل الجن يحمل من الانس؟ وهل الانس والجن بيظهروا؟ وهل الجن يظهر على شكل انسان في الحياة؟ كل هذا سنتحدث عنه ان شاء الله. انتظرونا، اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك حلقة الاسبوع القادم مع شيخ يتحدث عن ظهور الجن على شكل انسان، وكمان ازاي ان الواحدة ممكن تحمل من جن عاشق، او الواحد يعني يحب الجن عاشقة ويخلف منها. كل هذا ان شاء الله سنتحدث عنه، ولكن في الحديث بقية في الاسبوع القادم مع حلقة مع احد الشيوخ باذن الله. السلام عليكم.